نبدأ. يلا حمو قلبي مشرفني ومنورني اخويا. بعد تعب كتير. بس انا مبسوط النهارده، وزي ما قلت لك كده بره كل تأخيره وفيها خيره يعني. اكيد باذن الله نطلع حاجه حلوه يعني. ان شاء الله. حمو انا ببدأ دايما سؤال معين كده، ببقى عايز اعرف حالتك النفسيه الفتره دي اديها كام من 10؟ كم من 10؟ 7 مثلا. 7 من 10. ليه؟ يعني بمر بظروف كتير قوي تخليها اقل من كده كمان، بس انا بحاول فاهم اظبط يعني وافوق. فاهم قصدي؟ إيه اللي ممكن يوصل حالتك النفسيه تبقى 10 من 10، وايه ممكن يخليها تحت اكتر من كده؟ بص، هي اول حاجه الشغل، فاهم؟ في وقت بيجي عليك مثلا انت بتتقفل من الشغل او الله اعلم ايه اللي بيحصل، بس انت بتبقى بينك وبين نفسك انت انا ما خلاص مش عايز اشتغل، انا عايز اروق، فبتسيب نفسك فاهم. فانت لما بتسيب اي حاجه هي بتسيبك، ده الطبيعي. فده اللي انا عملته، اللي هو مثلا اخر سنه ونص سنتين مثلا انا خلصت جيش اصلا. يعني انا اتشهرت وانا في الجيش. انا بقى ظروفي مثلا مختلفه، اللي هو فاهم، انا طلعت لقيت نفسي مره واحده مسؤول. انا كنت اللي هو باخد فاهم فلوس من ابويا وانا رايح الجيش. ففي اخر 6 شهور في جيشي مره واحده لقيت نفسي فاهم ايه ده، انا بقيت مسؤول فاهم. انا اصلا كنت بفكر انا هطلع من الجيش اعمل ايه. يعني انا اصلا ما كانش في دماغي خالص. يعني انا كل الناس اللي انا غنيت معاهم دول انا كنت بسمعهم قبل ما اغني معاهم، فاهم قصدي؟ مش في دماغي اصلا خالص بقى، خالص بجد حرفيا. فالمهم انا اغنيه صاحب الشيطان دي اصلا، يعني انا عايز احكي لك الحوار ده عشان ده فاهم. يعني سبحان الله بجد، تدابير ربنا دي فوق اي توقعات فاهم. اغنيه صاحب الشيطان دي كنت بقولها لاصحابي شعر فاهم في الجيش، صاحب الشيطان كل يومين اروح سكر فاهم. ايوه. فالمهم كان في حد كده عندنا في العصافره فاهم، عامل اوضه كده تنزل لها بسلم، هي تحت الارض حرفيا بجد. بس كان عنده واحد بيوزع فاهم، اسمه مندول عربي ده اول واحد عمل لي اغنيه. فواحد اسمه فتوته اخ ليا برضه. المهم الشخص ده ايه، فتح استوديو وبتاع وكده وهيعمل لك الغنوه وبتاع، فقلت له يلا بينا. فالمهم اصلا هو المفروض ان انا اغني غنوه تانية. فانا ايه الحكايه الروايه، طب بقول لك انا كاتب اغنيه، ما تيجي اجرب فاهم. صاحب شيطان كل يوم كده، سجلتها ومشيت رحت الجيش فاهم. الاغنيه تنزل يوم الوقفه، انا هنا انا في الجيش اصلا، بس اخر 6 شهور بقى خلاص انا بخلص وبفكر انا هعمل ايه بقى لما اخلص. طب يا ترى انا هعمل ايه لما اخلص جيش؟ اطلع اشتغل ايه يعني؟ انا داخل سواق بقى وفي دماغي فاهم رخصه بقى وسواق بقى وعلى جنب يا اسطى وبتاع فاهم. خلاص بقى ما انا برضو يعني انا راجل من صفرا قبلي فاهم، واتشرف ان انا من المنطقه ديت وعلى راسي. انا فاهم وجهه نظرك، بس انا بكلمك في حاجه تانية فاهم. المهم عشان ما اخشش في حاجه على حاجه، المهم الاغنيه دي سجلتها ورحت الجيش. يوم الوقفه علي تليفونات، بقول لك انت منزل اغنيه اسمها صاحب شيطان؟ اه منزل اغنيه اسمها. انا هنزل اجازه الجيش دي من هنا الاقي الاغنيه دي، انا مش مصدق اصلا. يعني انا مش في الشارع كده عمال اسمع الاغنيه والناس مش عارفاني. يعني انا عايز اقول للناس فاهم انا ده انا ده يا جدعان، بس انا مش انا ايه ده بجد، هو ده بيحصل. المهم بقى رحت جاي بقى فاهم متشهر، مش هسيبك فاهم خلاص. ما انا اتقابلت مع الناس يعني صوتي فاهم، واللي يقول لك ده بورسعيدي عشان انا كنت بقول فاهم نسيت زمن عم الفرفار ايوه ايوه. يقول لك مش عارف. فانا حبيت بقى ايه، انا اصلا بغني بس لاصحابي من وانا صغير، ما كانش في دماغي خالص. فالمهم بقى ايه، ربنا بقى هيكرم والدنيا هتبقى جميله. بس بقى في حاجه بجد، يعني انا جاي معاك النهارده عشان عايز اقولها بجد. انا وانا صغير كنت مفكر ان يعني ايه مثلا، ان انت لو معاك مثلا فلوس فاهم مش هتبقى ناقصك اي حاجه. فاهم حاجه؟ كنت مثلا بفضل اقول لامي وابويا زمان، هما فاهم اكيد هيشوفوا عارفين لازم يبقى معايا فلوس، انا لازم ابقى غني فاهم. اقسم بالله يعني مثلا كنت بقعد مع اصحابي، يا جدعان ما فيش شنطه كده تنزل لو فاهم انت دماغ الاطفال دي. فلما كبرت فاهم وربنا كرمني،
من حيث لا احتسب ومن حيث لا ادري، وفاهم، ودي حكمة ربنا. ممكن عشان خاطر ناس تانية، يعني مش بقول لك ان انا فاهم ملاك، بس هو ممكن عشان خاطر ناس تانية. فانا لما كبرت يا صاحبي بقى ومسكت فلوس، في حاجات في حياتي حصلت، او اشخاص في حياتي دخلت، فاهم، او اللي هو عامة عرفت ان بجد 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 الفلوس دي اخر حاجة. مم. وحياة ربنا انت عارف اصلا الفلوس اصلا يعني فيها حاجة، مش عايز اقول لفظ مش حلو، بس فيها حاجة فاهم قوي. مم. ليه؟ عارف انت وانت مثلا بسيط وبتاع وكده، وانت نازل تشتري طقم بيبقى ليه طعم، دي حقيقة. فاهم دماغي؟ و... وانت يعني عامة في اي حاجة بيبقى ليها، فاهم، بيبقى ليها طعم بجد. انت دلوقتي مثلا انا عايز اكل مثلا اي حاجة، عايز اكل اي حاجة مثلا، ايه بقى المتعة في كده؟ ايه الحلو؟ فالناس مش فاهمة، يعني انا خسرت ناس ياما قوي، او هم اللي خسروني، فاهم ليه؟ عشان أنا مش بتفرق معايا هتعاملني، هتفكرني بقى محتاجك وكده، ولا مثلا لا يا حبيبي، حبيبي يابا، ربنا يستر عليك، فاهم، في رعاية الله. لو هتدخلي الملايين اقسم بالله انا مم. كده. وبزعل ليه؟ بزعل مثلا من محمود، انت بتزعل بسرعة يا عم مثلا. يا صاحبي انا مش بزعل بسرعة، انا ما قصرتش مثلا معاك في حاجة، فانت ليه تقصر؟ مم. انت اللي تبقى وحش، ما انا هبقى فاهم، هبقى خرا قوي معاك. لا يا عم عادي، مم. انت كده كده يعني السندوتش اللي انت بتجيبه لي في الفطار مش عايزه، فاهم. مم. انت من النوع اصلا يا حمو اللي بتعاتب ولا بتكتم جواك؟ يعني بص يا صاحبي، هو حوار العتاب ده اصلا ما ينفعش مع اي حد، عشان مش اي حد بيفهم يعني ايه عتاب. ممكن واحد تروح تعاتبه يفكرك ان انت رايح مثلا آه محتاجه مثلا، يا عم فاهم انا بحبك مثلا، انت اخويا انا اتشرف بيك مثلا. لا هو ممكن كده يحس ان انت عايز مني مصلحه، فاهم. فلا يا عم حبيبي يابا. مم. واللي في القلب في القلب، فاهم. يعني انا لو بحبك بيني وبين ربنا كده كده، ربك اللي يعني ربك ربنا وهي هو اللي عالم. مفيش بني ادم، انا وانت قاعدين مع بعض انا ما اعرفش انت انا بالنسبه لك ايه، او انت شايفني ازاي، والعكس صحيح، فاهم. مم. فانا كنت بتعامل بقلبي، فدي اوسخ حاجه في الدنيا بقى، مم. مع البشر عامه مش مع صحابي بس، ايوه ايوه فاهم قصدك. فاهم، يعني مع كل الناس لازم تحكم عقلك، لازم، ما ينفعش يعني. صاحبي انا ممكن لو واحد قعد معايا واتكلمنا انا وهو كلمتين حلوين وبتاع احبه، فاهم، اعزه، مم. وهو يرسم عليا مثلا ان هو مثلا جدع، فيعمل لقطه فانا اتخنق قوي فيلاقي رد فعل عبيط قوي، فاهم دماغي؟ فاهمك ايوه. اللي هو انت، انا اتصدمت خلاص، لا ما انا لازم برضو ازولك، مم. انت مش هتزودني وانا لا انا عندي دم برضو. بس انا الحمد لله الحمد لله، واي حد من اللي صاحبني ولا عاشرني هيقول لك انا على، يعني انا مش بتكلم على، اقسم بالله ما بقول انا الحمد لله انا دي بتاعت الشيطان، ايوه فاهم انا دي قصدك. من الشيطان انا، بس انا بتكلم ان انا فاهم شفت حاجات. انا دلوقتي ما مش مصاحب غير زمايلي القدام، مم. فاهم، اللي هو جامل وعامل صحاب القدام واضرب طناشت اللي ملوش مقام فعلا، مم. فاهم قصدي. مم. الناس اللي هي اللي كانت تعرفني من قبل اصلا اي اغاني واي شهرة واي مصلحة، ده في ناس بتجيلي من كل حتة، اقسم بالله دلوقتي ما في حد بيرن عليا، فاهم حاجة، تفتكر ليه؟ عشان مفيش مصلحة، المصلحة بقت مع حد تاني، الحد التاني دوت هرن عليه، فاهم. مم. انت من النوع اللي بتدي فرصة اصلا ولا لا؟ يعني ممكن تدي فرصة تانية ولا لا؟ على حسب بقى ما يعني عشرتنا مع بعض عاملة ازاي، تعاملنا مع بعض عامل ازاي، وصلنا مع بعض فاهم قصدي. يعني احنا لو اول قعده وانا مثلا اتخنقت منك قشطه مش هقعد معاك تاني يعني مم. حبيبي، ولما اشوفك اسلم عليك مش هزعل يعني. مم. غير لما نقعد فاهم ونتسحل وفاهم وبتاع واخويا اخويا يقعد فاهم، ها، فاهم انت، اقسم بالله بجد مره واحده، ايه ده، مم. ايه العبط ده، فاهم، فتتخنق قوي بقى.
ممكن اصلا تتعب نفسيا بسبب حاجه شبه دي. ده حقيقة. فاهم حاجه؟ اكتشفت بقى صاحبي ان ده ما كانش حب، فاهم؟ ده كان اجباري عليهم ان هم يعملوا كده. هو كان عارف صحابه، فاهم؟ ايوه. اجباري، اجباري لازم الراجل ده في الوقت ده لازم يتراضى، الراجل ده في الوقت ده مش مهم. مم. فاهم حاجه؟ بس هما مش فاهمين ان انا مرضي تمام قوي، انا فل، انا فاهم حاجه. فاهم. انا كنت بحلم بحاجه بسيطه قوي، ربنا كرمني بحاجه تانية خالص. فاهم حاجه؟ يعني انا كنت اقسم بالله، اقسم بالله انا مش مقدر نفسي في بودكاست بقى وبرنامج والجو ده، ايوه اقسم فاهم. بالله انا بتعامل مع اخويا وقاعد بتكلم مع اخويا. فاهم. انا كان حلمي 50,000 جنيه اشتري توك توك ملك. فاهم حاجه؟ دخلت الجيش سواق وانا ما بعرفش اسوق، عشان خاطر اطلع رخصه وحياه ربنا اشتغل بيها سواق. فاهم حاجه؟ مم. مره واحده ايه اللي حصل؟ فاهم؟ وبقيت مسؤول بقى، مش اللي هو مثلا انت بنفسك بس، لا انت بيتين تلاتة، فاهم؟ مسؤولين منك، ودي حاجه تشرفني وتفرحني، فاهم؟ وتحفزني برضه. مم. بس انا ايه، زي ما تقول ايه، الحمد لله، دايما الحمد لله، انا تمام. مثلا يعني إيه، دب 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 دب، نجحت فايه، الحمد لله. فاهم؟ كنت بفكر كلها اخواتي بقى، اللي هو وقت ما مثلا يلا حوده هنعمل كذا، يلا زي ما كان بيحصل معايا، قال له انت فين؟ طب يلا يلا حالا تيك. فاهم حاجه؟ مم. انا كنت مفكر كده فوق زي تحت، اللي هو انت زميلي ايا كان، كذا حد، مش شخص بعينه، ناس كتير قوي. مم. فاهم حاجه؟ قوي فوق ما انت تتخيل، مش بتكلم بشخص بعينه. فاهم. اللي هو انا مثلا قاعد مثلا بروق، بنزل العب كوره وبنزل اخرج وبروق، عايز اتبسط. ما انا اتدقرت في الجيش، من الجيش على مسؤوليه، فما لحقتش اعمل حاجه اصلا. فاهم حاجه؟ ما لحقتش اتبسط في حياتي. مم. فانا في وقت جه عليا اللي هو عقلي بيقول لي اتبسط بقى شويه، فاهم؟ يعني الحمد لله، مش بقول لك ان انا ملياردير، بس ربنا كرمني، فاهم فاهم. قصدي؟ فعادي، ما فيهاش حاجه لما اروق شويه. بس انا عارف ان كده كده في ناس في ضهري، في ناس اخواتي، في ناس بتحبني، في ناس. لقيت مره واحده انا ما فيش حد بيحبني، ايه ده؟ مره واحده بجد ما فيش حد بيحب، ايه ده يا جدعان؟ مم. هو في ايه؟ وايه اللي حصل؟ رحت جاي بقى عامل ايه؟ ما فيش بقى اي تعامل مع اي حد مم. غير اخواتي بس. اخواتي اللي على قديمه، اللي على قديمه ربنا يديم فعلا. تفتكر ان الشهرة بتجيب صحاب حقيقيين ولا لا؟ خالص ما بتجيبش خالص صح حقيقي. خلي بالك انا صاحبت ناس من السوشيال ميديا كمان، يعني بعيد عن المهرجانات وكده. برضه صاحبي هو لحد اخر وقت عايز يثبت لك ان هو جدع، الا من رحم ربي. يعني في ناس كتير جدع، مم. بس الوحشين اكتر، فاهم؟ ليه؟ صاحبي انت اصلا شغلانتنا دي عايز تتشهر اكتر، اتنازل عن مبادئ اكتر. خلينا نرجع لورا شوية. طفولتك كانت عاملة ازاي؟ عايز الحق ولا ابن عمه؟ لا الحق. احنا قاعدين هنا بنتكلم، انت قلت قاعدين ايه، قعدة صحاب كده. يعني مش قادر اقول لك تسول التسول. والله العظيم بجد انا ربنا ينفخ في صورتي، والله العظيم عشان خاطر اهلي بس. مم. بس انا ابويا راجل شغال بايده، راجل صنايعي، فاهم؟ سمعته ريداتير، بس هو دلوقتي قاعد مش بيشتغل. بس اكلين حلال يعني، فاهم؟ يعني هو بيتنا، بص احنا من منطقه بسيطه خالص بس ابويا كان مروقنا يعني، فاهم؟ اللي هو الحمد لله الحمد لله. الطبيعي اللي هو بتلبس وبتاكل وبتشرب كله تمام، يعني مفيش حاجه ناقصاك، فاهم؟ بس طبعا بقى الشاب بيبقى عايز، كده كده البني ادم يعني ما بيملاش هنا غير التراب. مم. فاهم؟ هتمسك مليون عايز 10، هتمسك 10 عايز 100، هتمسك 100 عايز 100. وفي الاخر مش تاخد حاجه معاك، ولا الهوا، ده حقيقة. ولا الهوا. طفولتك كانت صعبة. طب سيبك بس، استنى انا عايز اقول لك على حاجه قبل اي مم. حاجه. انا ما كنتش متخيل ان انا اتكلم كده خالص. اهو انا كنت بقى اكلمك تقول لي خالص. انا مش بحب الموضوع ده ومش عايز اطلع اتكلم. بس انت يعني
بجد الكلام معاك حلو وحياة ربنا. انا سايبك براحتك يعني، دي اهم حصل حاجه ان انت تكون مرتاح يعني. معاك. كنت بقول لك اصعب لحظه في طفولتك، لحظه كده وانت صغير تحسها صعبه في حياتك. بيتهيألي يعني هي الطفولة كلها يا صاحبي هي كانت صعبة، بس احنا واخدينها بحلاوة يعني، فاهم؟ مم. بعبط. بس انت لو هتبص لها مفيش أي حاجة من اللي كانت بتتعمل واحنا عيال صغيرة ينفع تتعمل غير بقى، فاهم؟ احنا كنا بقى بنحب الشغل مثلا، دي أحسن حاجة كانت فينا من واحنا صغير، أنا كحمو يعني، مم. إن أنا بحب الشغل وبحب أرضي أمي أوي. لو طلع لي 20 جنيه بديها 5 جنيه، فاهم حاجة؟ مم. أقسم بالله يعني دي حاجة فيا، فاهم؟ سبحان الله. الحمد لله ربنا يديمها عليا، عشان الناس دي أصلا، فاهم؟ صاحبي الناس دي صاحبي في حتة تانية خالص مم. بجد، بالذات لما انت تحس ان هم بجد ولاد حلال يعني. في امهات وابهات انت كابنهم بتبقى عارف ان هم، فاهم؟ هم خرا بس ابويا وامي دي حقيقة. فلما تبقى عارف ان هم بقى ولاد حلال، فاهم؟ بتفرق. مم. بتبقى عارف ان ربنا بيكرمك بسببهم، بتبقى عارف ان في حاجات كتير، فاهم؟ بسببهم. لو حمو اللي قاعد قدامي دلوقتي قابل نفسه وهو عنده 10 سنين، ممكن ينصحه بايه؟ يعني عندي 10 سنين بس انا عارف عارف اللي كل انا اللي مريت هيحصل بيه. لك، كل اللي انت مريت بيه ده، وهتقابل انا نفسك وانت صغير، مم. تنصح نفسك بايه؟ انصح نفسي بايه؟ يعني اول حاجه انصح نفسي بيها ان انا احكم عقلي في اي شيء، في مم. اي حاجه، فاهم قصدي؟ ما اصل في حاجه برضه، هو متشبع على شيء شبع عليه، فاهم؟ انت وانت طفل بتخزن بقى كل حاجه، معلومات وطباع وكل حاجه، فاهم؟ لحد ما بيجي سن معين انت خلاص شخصيتك بتتكون، بتبقى انت الشخص ده. مم. فانا يعني من صغري كنت بشوف اهلي، فاهم؟ ناس طيبين بيتعاملوا بقلبهم، بيحبوا كل الناس، فاهم؟ مم. فانا طلعت برضو نفس الطباع دي. فلما اتعاملت مع الناس لقيت ان 1% من الناس بس اللي بالطباع دي، فاهم حاجة؟ مم. فبقيت دبي دبي دبي، فاهم؟ عمال بقى اخد يدات بقى، فاهم؟ عمال صدمات صدمات، فاهم؟ من ناس كتير، ناس كتير جدا مم. فوق ما انت تتخيل، صحاب بقى وحبايب فاهم؟ حوارات. لو هتوجه رسالة عتاب لشخص بس بدون ذكر اسمه، ممكن تقول له ايه؟ عتاب؟ مم. مش عايز اعاتب حد بصراحة، بصراحة. يعني اي حد بقول له احلى مسا عليك مم. بس. في ناس كتير في المجال عموما بتاع المهرجانات ده، كنت واخد عنهم صورة معينة واتخذلت فيهم. لا بص يا صاحبي، انا عايز اعرفك ان عامة كل الناس اللي بتغني مهرجانات من مناطق شعبية، ففاهمين الاصول قوي وفاهمين الصح والغلط وفاهمين هما بيعملوا ايه وما بيعملوش ايه. فاي واحد بيخطأ هو عارف ان هو بيخطأ مع مم. فلان، فاهم قصدي؟ مم. يعني اي حد بيتعمل ملياسي على رأي مجالنا، فاهم؟ ملياسي بيبقى عارف ان هو بيتعمل ملياسي وفي ناس بتخطط، في ناس بتدخل كده عليك، هو عارف هو عايز منك ايه امتى فين، فاهم حاجة؟ مم. بس فانت صاحبي ما تتعاملش بقلبك، قلبك ده اتعامل بيه وكل حاجة عشان ده ربك رب قلوب كده كده، بس يعني حرص ولا تخون يا عم، فاهم؟ مم. مش عيب. ليه يعني انت قلت دلوقتي ان هم كلهم من اماكن يعني مناطق شعبيه وفاهمين في الاصول، مظبوط. ليه اكترهم بيطلعوا ممكن تلاقيهم مع بعض فتره طويله ويطلعوا يحصل بينهم مشاكل وده يعمل ده وده ليه؟ بيبقى بقى، فاهم؟ بتبقى نفسيات شغل، بيبقى في ناس بيبقوا فرق مع بعض، دول تلات ارباع مشاكلهم بتبقى فلوس، بتبقى كده عشان هما بيبقوا مع بعض في نفس القناة، في نفس يعني الفلوس اللي ايوه. جاية بتاعتهم هما كلهم. مم. وفي ناس بيبقى بس بتبقى نفسيات بقى، مم. فاهم؟ انت حكاية وانت في الاخر انت بتاخد رمش جارح بيجرحك، فاهم؟ واللي كان بيقول لك انت هو اللي فاهم. مم. مش قادر اقول لك، مش قادر اقول لك على اللي حصل يا صاحبي.
حاجات كتير قسما بالله تضحك، فاهم، تضحك بجد. يعني انت لما تقعد كده، انت مثلا كحمو، انا كحمو لما بقعد كده مع نفسي وافتكر ناس معينة، يعني اقول يا خرابي يا جدعان، انا بضحك. طب ليه يا جدعان؟ افضل بقول طب انا افكر بقى مع نفسي، طب انا كنت وحش مثلا مع الناس دي في ايه؟ الناس دي مثلا قصرت معاهم في ايه؟ بلاقيش، فاهم، ما بلاقيش حاجة. فاهم حاجة؟ ولو حاجة حصلت مثلا، طبيعي احنا بني ادمين، مش اكيد مش تبقى مقصودة مثلا. فاهم قصدي؟ مم. انا بكلمك في العموم، في الناس اللي في حياتي كلهم. فاهم قصدي؟ مم. بس انت هتلف زي ما قلت لك، مالكش غير اهلك والكام واحد اللي هم بجد بيحبوك بجد، اللي هم من قبل اي حاجه. مم. هم اللي من قبل اي حاجه، دول هم دول الشغلانه. نرجع لك لموضوع الاهلي ده، كانت علاقتك بيهم عامله ازاي بالولد والولد انت صغير؟ لا حصل، مم. حصل. حبايبي دول، بص، يعني هم، يعني مش قادر اقول لك عاملين ازاي اللي هم، فاهم، طيبة لدرجة مش عايز اقول يعني حاجة عبط، عشان دول، فاهم، دول قد الدنيا كلها وتشرف بيهم. مم. بس هم، فاهم، طيبين جدا. يعني أنا ساعات مثلا الايام دي اجي اقول لابويا ايه، انت في ايه يا عم، ما تلغينيش ليه؟ ما بيلغينيش، اللي هو فاهم، سيدني، اللي هو ايه، مثلا مش بيضايقني، مش بي هو مفكر ان هو مثلا لما يجي يتكلم معايا مم. هيضايقني، بص لدرجة ايه، فاهم. فهو، او هو وامي، الناس دي تعبوا علينا بجد، يعني فاهم، وطلعونا الحمد لله ولاد حلال، الحمد لله. تقدر توصف لي والدتك في كلمه واحده؟ الدنيا قسما بالله، مم. الدنيا بجد. الناس كلها عارفة عامة، أهلي وصحابي، يعني فاهم، دي في حتة تانية خالص. والوالد؟ كده كده، كده اوصفوا كده. لي برضه في كلمه واحده. السند طبعا، والظهر وكل حاجة، كل حاجة. مبسوطين باللي حموا فيه دلوقتي ولا؟ بص، الناس دي لما بتشوفني مبسوط، والله العظيم يا محمود، بيبقوا ماسكين الدنيا في ايديهم. مم. بيشوفوني زعلان، مفيش، ما هم مش عايزين الحياة اساسا. فاهم، لدرجة عشان انا بس انا واخواتي، هم بيحبونا قوي، فاهم، قوي. واحمد اخويا ده بس عايز اجي لك، ده بقى، ده اللي انا مش هحططه معايا بقى. مم. ده بقى، فاهم، شايلني، فاهم، من غيره دوت انا هتوه. فاهم حاجة. مم. انا اصلا من طبعي ممكن مثلا إيه، الناس اللي مني اخواتي قوي ممكن اتعصب سنه، مش عارف ايه، فاهم. فانا بقول له قدام، فاهم، الناس كلها، انت العيش يا اخويا يا كبير، اقسم بالله العظيم ما اقدر ازعلك يا عيش. والله العظيم اخويا بعشقك. كان الولد والوالده كان ليهم، كانوا في موضوع الغنى ده كانوا واقفين لك فيه ولا لا؟ وانا صغير بقى، يعني وانا صغير اصلا كنت اغني، بس كنت اغني في اماكن سهر بقى. مم. فانا كنت لسه اصلا في ستة ابتدائي ولا حاجه. فاللي هو ابويا ايه ده، اتعلم يا ابني، انت بقى ناس بقى، انت فاهم، من بقى ايوه الناس ايوه. القديمه بقى، اللي هو لا اتعلم. ف بس لما كبرت بقى خلاص بقى، انت دي اختار حياتك طريقك بقى. بالظبط. اه ايه علاقتك مع الحب؟ شفت صفحات الفيس لما تعمل مثلا اكونت فيس وتكتب علاقة معقدة. عارف الحوار ده. انا بقى علاقة معقدة، بس قسما بالله بنت حلال وتستاهل كل خير، فاهم، وحياة ربنا. وانا مم. اتمنى اشوفها في احسن مكان في الدنيا، هفرح قوي. ولو شفتها في حاجة وحشة هزعل قوي، فاهم، وكده بس. انت منفصل دلوقتي صح؟ مظبوط. ايه ممكن تكون اتعلمته في اخر علاقة حب ليك ما تكرروش هو تاني؟ مفيش اخر، هي دي الاول يعني دي اول حب، فاهم. مم. فاهم قصدي. ارتبطت وبرضه حبيت، بس 6 سنين يا صاحبي، فاهم، ياما قوي برضه. مم. بس انت بتحب الحب اصلا يا عم، يعني من طبعك كده ولا؟
والله يا صاحبي انا طبعا بحب الحب، انا بحب الناس كلها قسما بالله وحياة ربنا، بس فاهم مش كل الناس زي بعض سبحان الله. يعني خلي بالك الحب ده مش بس شرط. الحب اه. اكيد حبيت الحب، ما لو ما حبيتوش ما كنتش هكمل، ما كنتش هكتب كتابي، ما كنتش فاهم. مم. بس في حاجات انت بقى فاهم بتضطر ان انت تيجي على قلبك فيها عشان خاطر ايه تعرف تكمل حياتك فاهم. مم. بس تشوف ان الحب بيتحط في المرتبة الأولى ولا في أولويات أهم من الحب في الأول؟ انا كنت مفكر ان الحب اهم حاجه و... واي حاجه تكون عشان الحب واي حاجه تعدي عشان طالما احنا بنحب بعض واي حاجه تهم ده ان احنا لسه مع بعض فاهم؟ رومانسي أصلا ولا لأ؟ في وقت الرومانسيه رومانسي اه. اه، بس مش بقول اشعار يعني، ايوه فاهم قصدك. بس ممكن يعني ممكن عناية تتكلم مم. فاهم، مش شرط افضل اقول انا وانتي والشجر مم. لا لا. انا معاك في نقطة ان انا بالنسبة لي انا الحب ما بحطوش خالص في المرتبة الأولى، مستحيل. خالص. في التفاهم وفي الود، خلي بالك جميل يعني. الود مهما كان، الحب ده انا بحطه في مرتبة رابعة خمسة. في التفاهم والود ده انك بتودوا بعض، ايوه الحنية. بس بتشوف نفسك انك قصرت في حق نفسك شوية. طبعا طبعا مم. طبعا. صاحبي انا يعني وصلت لمرحلة كانت ناقص بس مرحلة صغيرة بعديها وكنت فاهم هروح حتة حلوة أوي فاهم قصدي، عشان الحمد لله أنا بيتقال لي يعني إن أنت شكلك حلو ومش عارف إيه فاهم. فاهم قصدك إيه. وصوتي حلو الحمد لله يعني مش شكلي بس، قصدي يعني إن أنا فاهم سبت نفسي خالص، سبت نفسي فاهم. زي ما قلت لك كنت بتبسط، بس قررت إن أنا أتبسط في وقت غلط فاهم حاجة. مم. فبرضو نصيحة برضو مني لكل إخواتي يعني فاهم، اتبسط لما تكبر شوية يعني، ودي بس دلوقتي يعني في مم. سن اللي هو من 20 ل 40 ده حاول ان انت ما تتبسطش دلوقتي فاهم، حاول انت تعمل فلوس دلوقتي عشان خاطر لما تكبر يعني ما تتعبش وانت كبير فاهم. يعني مم. في الجيش بيقول لك ايه، اللي جيشه بيبقى سهل في الاول بيبقى صعب في الاخر، والعكس صحيح، اللي جيشه بيبقى صعب في الاول يبقى بيبقى سهل في سهل. الاخر فاهم مم. قصدي. بس يعني انت لو رجع بيك الزمن ما كنتش هتفصل الوقت ده تتبسط فيه؟ لو الزمن رجع بيك لورا شوية؟ لا ما كنتش هفصل الوقت ده اتبسط فيه مم. بصراحة، كل صراحة. عارف ليه؟ عشان اكتشفت ان كان في ناس بتعاملني عشان خاطر الحاجة دي فاهم قصدي، والناس دي يعتبر انا كنت بحبهم فاهم. مم. بس فهفضل كاتب يعني لو يرجع بيا الزمن هفضل كاتب على نفسه عشان انا كنت كاتب على نفسه، مم. وهما كانوا بيكرهوني قوي بس مش كانوش مبينين فاهم، بانت بقى كله بان فاهم. مم. بس في وقت معين اللي هو احنا مش عايزين منك حاجة دلوقتي فاهم حاجة. بس في لعبة كروت كده هنلعبها، ماشي؟ يلا عايزك تصنف انت الكروت بس ما تبصش على الأسامي. ماشي. خد سيف. لا من علي زول خلاص. امسكها انت اسحب انا، لا امسكها واسحب اهو. انت تسحب. اه زي الكوتشينه كده. انت كده تبص على اسئله قلب. والله العظيم ما شفت، ما هنا اسئله. اه هنا اسئله اه. ماشي ماشي ماشي. اصعب قرار اخدته في حياتك؟ ان انا اسيب الناس اللي انا كنت كاتب كتاب عليهم دول اصعب قرار صح. مم. فكرت فيه كتير قبل ما تعمله؟ قوي 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 قوي، عشان انا يعني فاهم بحبها او كنت بحبها. رجع بيك الزمن هتاخد القرار ده برضه ولا لا؟ اه مم. اه والله انا قلت لك عشان خاطرها قبل مني فاهم قصدي. يلا طيب. اسحب من اسحب اللي انت عايزه.
مفيش مشكله معايا كده كده في حاجه. حلو ده. امتى كانت اكتر لحظة فخر بنفسك؟ في لحظات كتير والله حلو، مم. لحظات كتير قوي. لحظة حسيت بيها بفخر كده. هتستغربني لا عادي قول. وانا رايح اوصل امي وهي رايحه عمره، مم. فاهمني؟ بجد حسيت اللي هو ايه ده، انا مطلع امي عمره وبتاع، قبل الحج ان شاء الله حج. بإذن الله. ليه بحس لما سيرة والدتك بتيجي بتتأثر شوية. بعشقها، مم. بعشقها. ده سألناه الحب بالنسبة لك، يسألناه. عايز واحد صعب شوية. لو حد بيمثل دور مثالي قدام الناس تحترمه ولا تكسفه؟ وهو مش مثالي. هو مش مثالي ويمثل ان هو مثالي. يا صاحبي انا ما بعرفش امسك نفسي خالص يا صاحبي. صاحبي انا ما بعرفش. امم. يعني انت مثلا لو بتحور فاهم، وانا عارف ان انت بتحور، هقول لك انت بتحور، فاهم؟ امم. ما بعرفش خالص ادلس خالص. اسكتش. خالص. مش بقول لك الفهمان بيريح، انا بقى في الحته دي مش فاهمان خالص، فاهم؟ خالص. لا هتهبد لا. هتقول له انت اه بتعمل. على رايي فاهم. صف ظابط كان معانا في الجيش كان بيقول، كان يقول لك ايه، هتطجن، هتطجن هكسفك. ربنا. تعال اخر كارت. يلا ايه يا عم، بيخلصوش دول ولا ايه؟ اخر واحد. ايه الحاجة اللي بتخليك تحس بالقوة؟ زمايلي. امم. زمايلي واخواتي واحمى اخويا وكمونه وفرعون واخواتي وشمس الناسف. امم. هي دي الناس اللي بتخليك تحس انك. طبعا اكيد. اصل فاهم، ضامن ان انا مش هبقى لوحدي، فاهم؟ امم. معايا كده كده 3 4 5 عاملين كده، فاهم؟ امم. اه لحد ما اموت بامر الله. والعكس، الحاجة اللي بتحسسك بالضعف ايه؟ يعني الحاجه اللي بتحسسني بالضعف، انا الحمد لله لحد دلوقتي ما حسيتش يعني بنقطه الضعف دي. بس انا يعني ربنا، بقول دايما بقول ربنا يجعل يومي قبل يوم امي وابويا، فاهم؟ امم. يعني يا رب ويخليهم لي، فاهم حاجه؟ يعني انا ما بقاش موجود، احنا كده كده كلنا رايحين، فاهم؟ دايما اللي هو جاي الله يا صاحبي. ما تقدرش تعيش من غيرهم، ما صح؟ اقدرش. احلى حاجه اما يكون ابوك مأكلك حلال، انت بتبقى عارف ان انت ابن حلال، فاهم؟ امم. غير مثلا لما تطلع تسمع مثلا ابوك كان شغال كذا، ابوك كان، طبعا مع احترامي لكل الناس مش قصدي حاجه، وكل فاهمك واحد فاهم. دماغه مريحاه وربنا يحاسب كل الناس وكده، بس انا بفرح ان ابويا مأكلني حلال، فاهم؟ مم. اخر مرة عيطت فيها امتى؟ اخر مره قعدت فيها امتى؟ امم. مش هقول لك حوده. اهو انا يعني ممكن ما اقعدش دموع على فكره، امم. يعني فاهم؟ ممكن ابقى قاعد كده اصلا في حاجه جوايا اوسخ من العب بكتير، امم. فاهم؟ يعني يعني ممكن قلبك بيبقى بيعيط اصلا بس انت مش عايز تبين اي حاجه، فاهم؟ بس رياكشنات وشك بقى بتبقى غصب عنك، بس انا يعني ما بعيطش، فاهم؟ امم. ما بتجيش معايا، فاهم؟ بس ده غلط، خلي بالك. يعني انا ضد فكره ان الراجل ما بيعيطش. ما عادي، ما الراجل لو عايز يعيط لوحده مع نفسه، بس انا فكره ان الراجل لازم طبيعي كل واحد عنده مشاعر بتطلع، انت فاهم. فاهم بس انا فاهم بحس ايه، ملوش لازمه، فاهم؟ خلاص مم. اعيط، فاهم؟ لا انا ممكن مثلا اخد السكوتر اطلع، فاهم؟ مم. اللي هو اعمل اي حاجه، اروح العب كوره مثلا، اطلع غلي في الكوره. بحاول ان على قد ما اقدر ان انا فاهم اما ببقى مخنوق بطلع عصبيتي، يعني انا عصبي بطلع، بس مش لدرجه ان انا اعيط، فاهم؟ لو في دمعه محبوسه جواك دلوقتي ومش عارف تنزلها، ممكن يكون ايه السبب فيها؟ دمعه مش عارف مش عايز انزلها ولا مش عارف مش انزلها؟ عارف ان هي مكتومه جواك. انت قلت من شويه ممكن يكون قلبك اللي بيعيط.
لو هي دلوقتي محبوسه جواك مثلا وانت مش عارف تنزلها، ممكن يكون ايه السبب؟ اسباب كتير يا صاحبي والله، اولهم ان انا بقيت حاسس فاهم ان اي حد بره عن الناس اللي انا ذكرتها لك اخواتي، اي حد كان بيتعامل معايا قبل كده كان بيتعامل معايا عشان حاجه. مم. دي اكتر حاجه بتخليني ببقى عايز مش اعيط، ببقى عايز فاهم انزل لهم بيوتهم كده، يا ابني وانا قصرت معاك في ايه فاهم. فاهم انت؟ والله العظيم بجد حوار خرا قوي. حقيقي. بس عمو انت قاعد مع نفسك كده في اوضه لوحدك، في اوضتك قاعد نفسك بالليل كده، ايه اكتر حاجه بتفكر فيها؟ يا ترى بكره في ايه؟ يعني من ناحيه برضو الناس اللي انا او اللي هم مسؤولين مني، مم. دي اكتر حاجه بتخليني انا عايز اشتغل فاهم. مم. حتى لو انا مش عايز اشتغل، لا انا لازم اشتغل وعايز اشتغل فاهم، مم. عشان خاطر فعلا بكره مش زي النهارده، بالذات في شغلتنا. يعني احنا شغلتنا دي اصلا هوائيه فاهم، اللي هو انا ممكن بكره محمود سجل اغنيتين، بوم، مفيش موضوع، فاهم حاجه. مم. ممكن افضل سنه انا اسجل في اغاني ومفيش حاجه تنجح، مم. فبرضه هتلف تلف وترجع تقول ايه، كله بتاع ربنا فاهم. مم. مش فاهلاها من حد قسما بالله، شغلتنا دي بالذات ما فاهلاها من حد. والدليل على كده كل الناس اللي طلعت آه يعني فاهم، في ناس لا تصلح، فاهم حاجه، بس ربنا رايد. مم. ربنا رايد، في ناس قد ايه صوتها حلوه يا محمود. اتعدى الصوت في مجال المهرجانات؟ لا في العموم في مصر لا، في ياما. كتير جدا، مم. فوق ما انت تتخيل. ليه كل دول ما نجحوش مع ان في ناس صوتهم احلى مننا بمئة الف مره؟ ليه ما نجحوش؟ حكمة ربنا. فانت ما تقعدش تتجهز لي وتقول لي انا وانا وانا وانا، يا ابني يا هبل انت انت ولا حاجه، انت ربنا هو اللي عمل. ده حقيقة. بس الكلام ده للي ايه، اللي يفهم. مم. م? تفكر في المستقبل كتير؟ كتير قوي، مم. كتير قوي قوي فاهم. بس يعني كلامي في مصلحه نفسي اكتر من فعلي، مم. في مصلحه نفسي فاهم قصدي. يعني افضل مثلا انا هنزل جيم، انا مش عارف ايه، انا هبطل السجاير فاهم، مش بعمل كده فاهم قصدي. مم. فدي اكتر حاجه برضو بتقفلني من نفسي فاهم. بس كده كل حاجه بتتعالج، انت اللي بتعالج نفسك، مفيش حد يعالجك. تقوليش روح لدكتور نفساني، انت لو رحت لدكتور نفساني وانت مش حاسس جوه نفسك ان انت مش عايز يعني تفوق نفسك من حاجه، حياة ربنا ما هتفوق. مم. ده حقيقة. فاهم قصدي، لازم نفسك الاول، نفسك عايزه، بعد كده كل حاجه سهله. حقيقة. لو الماضي جه قدامك دلوقتي على صورة شخص، تحضنه ولا تعاتبه؟ بصراحه مم. هقول له روح يا عم الله يسهل لك، عشان انا ربنا نفخ في صورتي والحمد لله ان انا يعني زي ما انت شايف كده الحمد لله. مم. فاهم حاجه. بتفكر في المستقبل بس ما تفكرش في الماضي، صح؟ ما بتحبوش. مش ما بحبوش، اكيد الماضي فيه ناس حلوه وفي، بس الماضي يا صاحبي كان فاهم، كانش فيه دماغ فاهم، اللي هو يلا نعمل اي حاجه، مم. فاهم حاجه. فانا لما بقول لك ربنا نفخ في صورتي مش قصدي ان انا عشان مسكت فلوس، لا كدماغ، مم. يعني كتفكير. انا بفكر مثلا في اهلي، في الدنيا، في زمان ما كنتش، انا عايز يبقى معايا فلوس في جيبي ولابس طقم واروح بقى ابدا اودي بقى مم. اي خرا بقى فاهم. فكده احسن بكتير.
كتير الحمد لله الحمد لله. لو ابنك قال لك عايز اغني مهرجانات تقول له ايه؟ عايز ايه؟ يغني مهرجانات. يغني مهرجانات؟ صوته حلو يغني مم. ودي يابا. اه عادي، مم. خليه يغني مهرجانات، خليه يعمل اللي هو عايزه، فاهم؟ بس كده كده طبيعي ان انا مش عايزه يبقى بتاع مهرجانات، مش عشان هي شغلانه وحشه ولا عيب، بس هي ربنا اراد ان انا ابقى كده، انا ما اخترت يعني، بجد انا ما اخترتش، مم. فاهم؟ اللي هو ما اتسحلتش واروح لدوت اخبط عليه انا عايز اغني فلا، فاهم كده؟ فانا كده كده يعني حته التعليم دي انا يعني ظلمت نفسي فيها، ظلمت نفسي فيها، فانا بقى هعوضها في ابني، فاهم؟ ان شاء الله يعني، باذن الله. بامر الله. باذن الله. ممكن اسالك شويه في المهرجانات؟ يلا. حمو الطيخه بيسمع مين؟ اسمع كله، مم. بسمع كله، كله كله، اي اغنيه بتيجي معايا بسمعها. ممكن العب معاك لعبه بسيطه كده بس تريكه يا قوي بصراحه. هقول لك اسامي ناس وهتطير واحد يكمل معانا، يعني واحد اغني معاه ماشي وواحد يطيره. اغني معاه؟ مش تغني معاه، خليها واحد مثلا انت تسمعه وواحد لا. ماشي. بيكا ولا كابونجا؟ بيكا ولا كابونجا؟ اسمعه. مم. يا ابني انت كده عايزني اخسر مع لا لا الناس. خالص والله. عادي، كل انت مثلا هو في كل واحد ليه ذوق معين، انا هسمع ده مثلا. بص يا صاحبي، عايز اقول لك حاجه، كابونجا شاطر قوي في حته الالحان والكلام، مم. فانا بحب اسمع الالحان اللي كابونجا بيعملها، فاهم مم. قصدي؟ بيكا ليه كاركتر، مم. بحب اسمعه برضه، بس انا بحب دماغ كابونجا في الاغاني، فاهم دماغي؟ مم. يعني كابونجا اللي عامل لي شوت منك حبيبتك يا عم، مم. آه عامل لي انا وعصام ممنوع حد يقرب منك، مم. فاهم؟ لا اغاني، لا الولا شاطر، انا بحب دماغه، فاهم؟ خلاص كابونجا يكمل معانا. ماشي. كابونجا ولا مسلم؟ كسود؟ مم. ما اقدرش اقول كابونجا، كسود، لكن اخويه ما اعرفش مسلم بصراحه، مم. كابونجا اخويا، فاهم قصدي؟ مم. يعني جالي ورحنا له وكان عيش وملح بس مسلم على عيني وراسي، بس هو مش صاحبي، فاهم؟ كابونجا يكمل يعني. اكيد طبعا. كابونجا مين؟ كابونجا ولا مين خطاب؟ بس الواد امين ده ما بيفوتوش الفهوه، عيل فهمان كده مم. ورجوله، اقسم بالله بجد. وكابونجا، فاهم؟ كابونجا ابني يعني، مش ابني اللي هو ايوه بكبر فاهم نفسي، قصدك. بس كابونجا فاهم، ليه معايا حاجات ياما حلوه. مم. الاتنين اخواتي، طيب الاتنين اخواتي، الاتنين اخواتي بجد قسما بالله. امين عمري ما شفت منه حاجه وحشه بصراحه. نكمل كابونجا طيب. إيه يا عم ماشي، نكمل كابونجا عشان اسكندريه بس. كابونجا ولا عصام صوصه؟ بص يا صاحبي، صلي على النبي، الله يستر. ده ليه معايا مواقف وده ليه معايا مواقف، فاهم؟ يعني مثلا صاصه، احنا كان وشنا حلو على بعض، ده حقيقي. فاهم قصدي؟ يعني احنا لما سجلنا ربنا كرمنا سوا، وانا في ناس عرفتني على حس عصام، وفي ناس في اسكندريه هنا عرفت عصام على حسي، بس انا الناس يعني في القاهره الناس عرفتني اكتر على حس عصام. بس في مم. حاجه، انا لما سجلت مع عصام كنت عامل صاحبته صاحب شيطان، والحبس واعر، وحكايه جوه الدقيقه، وطرزان على كوكبي، والحلوه دي بيسه، ويا طبالي يا ابن الطباله، فاهم؟ كنت انت معروف. مودي، ايوه ايوه. كنت مودي، فاهم قصدي؟ انا برضو بوصلك ان انا كنت الحمد لله كنت بنفسي، برضو كنت بعمل اغاني وبتاع، وشه كان عسل عليا بصراحه، مم. فاهم؟ وانا برضو بيتهيألي وشي كان حلو عليه، فاهم؟ مم. كابونجا فاهم، اخويا برضو، فاهم؟ بحبه، بس صوصه يعني في حاجات فاهم طعمها احلى معاه، مم. فاهم قصدي؟ مم.
بس انت زعلان منه ولا لا؟ مش زعلان يا زميلي والله، خلاص فاهم. يعني برجولة وجدعنة خلاص، ما بقينا الصحاب فاهم، نسيت الصحوبية اللي مم. هو ممكن مثلا عارف انت لما تنسى شكل شخص مثلا، آه، فاهم، خلاص اللي هو انت اخويا يا عم بس الله يسهل لك فاهم. مم. لو عصام صاصا كلمك قال لك يلا بينا نعمل اغنيه. مش هعمل. مم. مش هعمل. لو كلمني قال لي انت وحشني دي عندي، ها سيبك انت. خلي بالك، بس هو خلي بالك هو دخل برضه بارك لي وبتاع، انا كاتب كتابي ومش عارف ايه، بس طبعا هو كل يومين بخط، فانا دخلت بعت له في رمضان، او لا كان عيد ميلاده بتاعي، دخلت بعت له، بس هو فاهم اصلا الشرطه دي شرطه واحده فاهم. ايوه فاهم قصدك. من وجهه نظرك بتشوف مين رقم واحد في مجال المهرجانات دلوقتي في الشارع؟ رقم واحد في مجال المهرجانات هو من زمان حسام، مش دلوقتي. نطلع بقى من مجال المهرجانات ده شويه. ماشي. حمو الطيخه عمره فكر في الاعتزال؟ يوه يا ولد. طبعا، عشان انا بحس برضه ان على قد ما انا نجحت في الشغلانه دي، بحس ان هي مش بتاعتي. بتشوف ان الاغاني حرام ولا لا؟ اكيد حرام. بس اقول لك على حاجه، صلي على النبي. لا بس الصراحه. انا دلوقتي مثلا اتحطيت في حاجه هي مصدر دخلي الوحيد، وبقت مصدر دخل لبيوت تانية، تمام. مم. و... وانا شايف ان انا ما باذيش محمود، هي حرام. هو عامة الموسيقى حرام، وهيجي عليا وقت وهبطل، مم. كده كده، كده كده، ممكن يجي عليك وقت برضه. كده كده، مش ممكن، ده اكيد، اكيد. ايه اكتر حاجه بتخاف منها؟ بترعب من الموت. مم. انا عارف ان كل الناس بتخاف من الموت، بس فاهم، عارف انت لما تبقى متاكد ان انت مش جاهز، وعارف ان هي ممكن تيجي، تيجي، خلاص، مم. ساعتها هتقول يا رب ارجع بس، ارجع بس يعني. والله العظيم ما هسيب المصحف ده ولا فاهم. مم. فانا نفسي ارجع لربنا فاهم. حلو، حاجه حلوه قوي يا حمو، خدت بالي منها من الكلام معاك يعني. انت من النوع اللي عندك تأنيب ضمير، ودي اهم حاجه يعني. مش مظبوط. بتعمل الغلط وتنسى ومش في دماغي، لا لا انت طبعا. عندك تأنيب ضمير الحمد يعني. لله، الحمد لله. فدي حاجه كويسه يعني. الحمد لله. اخر سؤالين. ماشي. نفسك تقول لي مين انا اسف؟ اقول لمين انا اسف؟ مم. وحياة ربنا لنفسي، وحياة ربنا بجد اسف لنفسي ان هي فاهم، حبة ناس اصلا يعني، فاهم، مش ناس بنات او انا فاهم قصدك في العموم، هيفهم. في العموم فاهم. انا قابلت ناس في حياتي ما بجد بجد ما يتقلعوش من رجلي، بجد. فاسف لنفسي. اوصف لي حمو الطيخه في كلمه واحده. كلمة واحدة؟ مم. ما ينفعش 3 كلمات. اوصف. اغلب خلق الله، وحياة ربنا، مم. اقسم بالله، وده اللي جايبني ورا، وربنا. مم. بس تتعلم. مش قوي فاهم، اللي هو الطبع يغلب التطبع، عارف الموضوع ده. مم. انت عايز تطبع نفسك على حاجه بس مش عارف، بجد مش عارف فاهم. مم. بيوحشك ناس فاهم، ناس خرا اصلا، بس ساعات بيوحشوك فاهم. بس انا اتبسطت. اقسم بالله انا اكتر. انا
عشان اول مره كمان كنت بتتكلم في براحتك كده، فانا مبسوط أخويا. قوي بالحوار ده، وحياة ربنا وانا اكتر. واتمنى ان ما يبقاش فيه اسئله ضايقتك ولا حاجه. انا طلعت. ما انا عشان كده مبسوط، يعني حاسك ان انت طلعت اللي في قلبك كله، حصل. وانا مبسوط قوي. والسيزون الجاي هجيبك وانت حالتك النفسيه احسن، ان شاء الله. وانت ان شاء الله. تستاهل كل خير بجد والله أخويا. العظيم، وربنا يعلم بجد انا بحبك ازاي. اخويا وحياة ربنا. اقسم بالله من غير ما حتى ما اشوفك، بس من اللي بسمعه وعارفه عن حمو، اخويا. وفي طبيعتك كمان في الطبيعي بعيد بقى عن أخويا. اي حاجه يعني. فان شاء الله باذن الله اعمالكم تكون بسيطه بالنسبه لي يعني. اقسم بالله اتبسطت، ويا رب كمان الناس تتبسط. يا رب. ممكن سقف يا جدعان.